ناس كتير طلبت طبعا، يا رب تبقوا سامعيني من الهوا. انا حبيت النهارده عشان الجو لطيف شويه عن الايام اللي فاتت ان انا اعمل لكم الريفيو ده مخصوص على البحر. جو حلو، الشمس طالعه، جو ساقعه شويه. بس ناس كتير طلبت مني انا عايز تجربه قياده او اتعلم ازاي اسوق موتوسيكل. هديكم الاول موضوع نظري، بعد كده هنخش عملي. طبعا احنا استعرنا الموتوسيكل الهوجن، وبالمناسبه صاحبه بيشكر فيه جدا جدا جدا. ازاي اسوق موتوسيكل وايه الحاجات اللي المفروض اعملها مبدئيا. احنا هناخد الموضوع نظري، بعد كده ناخده ايه، ناخده عملي. طيب، نظري ازاي؟ نظري النهارده او اول ستيب هتبدا ان انت تعملها ايه؟ لو حضرتك بتعرف تسوق عجل يبقى انت عديت علينا نص المسافه زي ما بيقولوا. ليه بقى بقول الكلام ده؟ لان نص المسافه حضرتك ان انت تبقى متزن على الحاجه ام عجلتين اللي انت راكبها. فالعجله لو انت بتعرف تسوق هتبقى بتعرف ازاي تتزن. طب فرضنا حضرتك جيت قلت لي يا عمرو انا ما بعرفش اصلا اسوق عجل، يبقى هنصح حضرتك تتعلم عجل الاول، بعد كده هنخش في المرحله الثانيه. ايه هي المرحله الثانيه؟ خلصنا العجل هنخش بعد كده ايه يا باشا؟ في الاسكوترات. الاسكوتر ما بيحتاجش منك مجهود كبير لان اطرافك مش الاربعه بيتحركوا، طرفين بس اللي بيتحركوا اللي هو ايدك اليمين وايدك الشمال وبس كده، والباقي بيبقى انت اتعلمته من سواقتك في العجل في الاتزان. خلصنا السكوتر وخدنا الخبره بتاعت السكوتر، هنخش بقى ايه في مرحله الموتوسيكل. ليه انا عديتك بالمرحله الاولى والمرحله الثانيه؟ عشان هنا انت بتحرك حضرتك اربع اطرافك، رجليك الاثنين وايديك الاثنين. ايدك لو جينا اتكلمنا، الايد اليمين بتكون فيها الفرامل الاماميه، ايد الشمال بيكون فيها الدبرياج. الدبرياج اللي هو بيفصل بين الغيار والغيار، تمام كده. بالنسبه لرجلك، رجلك اليمين زي ايدك اليمين بيكون فيها الفرامل. بالنسبه للغيارات بتكون في رجلك الشمال زي ايدك الشمال. في حته ايه؟ في حته ان الفصل بتاع الغيار مع الرجل اللي هي بتغير، سواء انت عندك اول تاني تالت رابع خامس، في موتوسيكلات كمان 6 سرعات. ومعظم الموتوسيكلات بتكون غياراتها اول تحت والباقي لفوق. ده كده بوجه عام ازاي انا بقدر اسوق الموتوسيكل، وايه الشرح المفصل بين السكوتر وبين الموتوسيكل وبين ايه ليه بنبدا بعجله. اول حاجه لما بتقعد على البايك زي ما انتم شايفين، مبدئيا بتبدا تركز وتصفي ذهنك تماما عشان انت هتبدا ان انت تتحرك. لازم في الاول تركز 100%، عشان بعد كده لما هتتعود هتبقى عادي، ممكن ترد على التليفون وانت ماشي. مع ان انا ضد ده، بس عايز اقول لحضرتك هي الموضوع في الاول تعود اكتر من ان انت تبقى مشدود، لان انت لو مشدود هتختل لا قدر الله، ممكن تقع. طيب، زي ما اتفقنا اول حاجه بتكون رجلي على المكان ده بتاع الغيارات، وايدي الناحيه الثانيه ده للفصل الايه، الغيار والغيار الثاني. حلو كده. الاول عندنا بيكون للاتجاه لتحت، وده اللي احنا هنبدا عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، واوريكم ازاي بنطلع واحده واحده. هقول لكم نظري وبعد كده هطبقها لكم عملي. مبدئيا انت بتجيب الاول، وطول ما انت جايب الاول والبايك داير بتفضل ماسك دبرياج زي ما انت، زي ما انت. هو داير مش هيفصل منك طول ما انت ماسك دبرياج. لو سبت الدبرياج مره واحده هتلاقي البايك نط منك وفصل، لان هو كان منتظر من حضرتك ان انت تبدا تسنس او تشعر بنزين ويبدا يتحرك معاك واحده واحده. اهم حاجه في الغيارات او الموتوسيكل اللي هو ابن آلات، اول الطلعه اللي هي رقم واحد او الغيار الاول، ده اهم من الثاني والثالث والرابع والكلام ده كله. الكلام الثاني ده كله سهل، اسهل خالص من الاول. الطلعه الاولانيه زي كده الطفل لما بيجي يبدا يحبي، بعد كده بيبدا ايه، يمشي. فاحنا دلوقتي هطبقها لكم عملي بقى. انا دلوقتي هدور. طبعا لما تيجي تدور لازم اهم حاجه ان انت تكون ممور، لازم تكون ممور الموتوسيكل بتاع حضرتك. فعشان ما ينطش منك، احنا متعودين انا ممكن ادور على الاول على الثاني عادي، بس افضل وضعيه الموتوسيكل يكون واقف فيها ان هو يكون ممول. بتدوس تكه دوار كده، دار معانا اهو، وانا ايه مش دايس دبرياج ولا اي حاجه خالص، تمام. نمشي بقى واحده واحده كده مع بعضينا. هنبص كده، انا همسك دبرياج دلوقتي. حلو، مسكت دبرياج، دوست ايه اول، هو اعطاني ايه اول في الشاشه كده، هو ما اتحركش ما اتحركش. طيب، هتنزل رجل حضرتك الاثنين عشان تبدا ان انت تعتاد على الحركه بتاعته واحده واحده. ما تنزلش رجل واحده، ودايما لما تبدا تتحرك حطها رولز كده في دماغك ان انت لازم رجلك الاثنين ينزلوا مع بعض، مش رجل واحده. عشان لو رجل واحده هتلاقي نفسك بدات ايه، تروح يمين وشمال، ولا قدر الله بعد الشر عنكم هتقع. لو انا بدات ارفع ايدي شويه من على الدبرياج هلاقي البايك ايه، بصوا بيتحرك عشان انا برفع واحده واحده. لكن لو بقى فصلت، بصوا
نط مني وفصل. ليه؟ لان انا شلت ايدي خالص. ليه؟ لان هو في المرحله دي بيكون منتظر ان حضرتك تبدا تشعل له بنزين زي ما انا هوريكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين. طيب انا ايه اللي انا بعمله؟ انا برفع ايدي سنه سنه من على الدبرياج واشوف بدايه الحركه، وفي وقتها ببدا ان انا اسنس بنزين سنه سنه. سنست سنه سنه بنزين هبدا الاقيه يتحرك. طبعا انت طول ما انت على سرعه الاول هتقدر ان انت رجلك في الارض. طب مشينا بقى وعلينا في العداد، هبدا ان انا ارفع رجلي الاثنين مع بعض على الدواسات. تمام؟ هبدا بقى اتحرك زي ما انتم شايفين على الاول كده. هبدا ارفع رجلي الاثنين وابدا اتحرك واحده واحده. تمام؟ هحاول اجيبها لكم برده بالطول عشان تبقوا شايفين رجلي الاثنين. اشرحها لكم تاني. بصوا انا منور، انا دلوقتي رجلي الاثنين اهم على الارض. هاجي في الاول امسك دبرياج رقم واحد، هتمسك حضرتك دبرياج، بعد كده هتضرب الاول لتحت والباقي الغيارات عشان تبقى فاكر، تاني تالت رابع خامس وفي سادس لفوق. تمام كده؟ يبقى اول حاجه همسك دبرياج، تاني حاجه هدوس اول، تالت حاجه هبدا اسيب، وفي نفس الوقت التالت والرابع مع بعض دبرياج شويه واحده واحده، وفي نفس الوقت هبقى بسنس بنزين. واول ما ابدا اتحرك هرفع رجلي الاثنين من على الارض وهوريكم بالتجربه. دايما عود نفسك ان انت لما تيجي تقف، سواء انت على الغيار الاول او على الغيار الثاني او الثالث، ان انت تدوس فرامل. بس قبل ما هتدوس فرامل حضرتك هتمسك الدبرياج بتاعك عشان البايك منك ما يفصلش. يبقى تاني، انا النهارده ههدي، او لا قدر الله وانا ماشي في الطريق فجاه الطريق وقف او حاجه قطعت عليا الطريق، اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم همسك دبرياجي عشان اكون فصلت الغيار. لان انا لو فرملت مره واحده على غيار، البايك زي ما اتفقنا هينط مني، او رد الفعل بتاعه انت مش هتبقى فاهمه. لا قدر الله انت مايل، او لو انت زاويتك مش مظبوطه، اول ما هيفصل منك هياخدك وينزل بيك على الارض، بعد الشر عنكم طبعا. فيبقى انا ظهر لي اي حاجه مفاجاه حبيت ان انا اهدي، اول حاجه اروح اعملها ايه؟ ماسك دبرياجي، بعد كده افكر في ايه؟ في الفرامل. الفرامل ليها رولز انا بشوفها معينه شويه، ممكن ناس تتفق ممكن ناس تختلف معايا في النقطه دي، بس انا شايف ان الفرامل لازم ادوس فرامل خلفي بعد كده امامي، والامامي اخطر من الخلفي بكتير. انا بسمي الفرامل الامامي دي اسمها فرامل الخطر، بمعنى ان حضرتك لما تقرر ان انت تدوس فرامل امامي لازم ايدك تكون قويه جدا، المعصم بتاع ايدك على الاثنين جامد عشان العجله لا قدر الله ما تتلوحش وتنزل بيك. فاهمين قصدي؟ انا بحاول برضو ان انا اوصل لكم، هي مش فكره ان انا بوريك ازاي تسوق موتوسيكل على قد ما ان انا بوريكم ازاي ان انت تقدر كمان تحافظ على نفسك وانت سايق الموتوسيكل في الشهور الاولى من تعلمك للقياده للموتوسيكلات. معلش هي بصوا في الاعاده زي ما بيقولوا زمان، الاعاده فيها افاده. يبقى انا النهارده بدور وهو على الاول بجيبه، بس قبل ما بجيب الاول بكون مسكت دبرياشي. يبقى رقم واحد بمسك دبرياش، رقم اتنين اجيب غياري، رقم ثلاثة واربعة الاثنين مع بعض بسيب دبرياش سنه سنه مع تزويده بنزين برده سنه سنه. وطول الفتره دي انا رجلي الاثنين بيكونوا موجودين على الارض. اول ما الموتوسيكل بيبدا ياخد سرعه اعلى من المعدل الطبيعي اللي رجلك مش هتستحمل ان هي تبقى موجوده على الارض، حضرتك هتعمل ايه؟ هتبدا ترفع رجلك الاثنين على الدواسات. طيب حد هيسالني يقول لي طب لما اجي اقف اعمل ايه؟ لما تيجي تقف رجلك الاثنين اول ما البايك يهدى منك، ولازم تكون بتتنفس كويس وانت بتسوق عشان تبقى بتفكر كويس وما تشدش اعصابك نهائي، وتكون في مكان يكون فاضي عشان تتعلم فيه. مش لازم ان حد يجي يدربك ويعلمك، كل بني ادم انا شايف انه ممكن يتعلم كل حاجه بنفسه. فانت ممكن تبقى في شارع يكون ما فيهوش عربيات كتير او سواقه كتير، وتبقى انت مع نفسك كده كوبايه قهوتك على جنب، واقعد واحده واحده مع نفسك وانت هتجيبها. صدقوني انا جبتها، ما حدش علمني السواقه. يبقى انا دلوقتي انا ماشي واتفاجئت، او انا عايز اهدي، مش لازم اكون اتفاجئت، عايز اهدي فههدي عادي جدا. وانا بهدي اول ما السرعه
تبقى قليله قوي بحيث ان انا اقدر انزل رجلي، ببدا انزل رجلي الاثنين على الهواء ما بيلمسوش الارض خالص لحد لما الموتوسيكل بتاعي يقف تماما. ببدا ان انا احط رجلي زي النتين زي ما احنا صغيرين كده، الاطفال في العجله ركب لها الواحده يمين وواحده شمال. لو ركبنا واحده بس اكيد هنقع في حركه ما، فعشان كده انا ما بدعمش دي. امتى هتقدر تنزل رجل واحده؟ لما حضرتك ان شاء الله تبقى متمكن او حضرتك تكوني متمكنه وتقدروا ان انتوا تسوقوا عادي جدا. حط دايما في دماغك ان انت ما تتسرعش ابدا. اللي بيسوق بطيء اعرف ان هو مع السواقه بتاعته السريعه بيكون متمكن جدا. ليه؟ لانه مش مستعجل، فبيركز شويه اكتر في التفاصيل غيره ما بيركزش فيها، اللي هو عايز انا اجري، انا عايز اتحرك بسرعه وخلاص. لا، هي مش كده، الموضوع مش عافيه خالص. حب الموضوع هيحبك وهتلاقي الموضوع ماشي معاك، يعني هيكون ماشي معاك كويس. عندكم اي استفسارات هتحطوا لي تحت في التعليقات، ولو عايزين جزء تاني من الموضوع بتاعي ازاي اسوق موتوسيكل حطوا لي تحت في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. وزي ما اتعودنا مع بعض احنا بنفيد بعض. كده يبقى وصلنا لنهايه الريفيو. حبيت ان انا اشرح لكم ازاي بالظبط ان انت تسوق الموتوسيكل بتاع حضرتك، واتمنى ان انا اكون افدتكم، واتمنى ان انا اكون قدرت اوصل المعلومه زي ما الكتاب ما قال. عايز اقول لكم يمكن الريفيو بيكون اسهل لما بعمل ريفيو عن موتوسيكل معين او سكوتر معين اكتر من ان انا اشرح لك ازاي تسوق موتوسيكل، لان الموضوع ما بيكونش بالسهوله دي. فكره ان انا اوصل لك المعلومه بان انت سايق الموتوسيكل انت نفسك من كادر الكاميرا، ده صدقوني ما بيكونش سهل جدا وبيكون صعب قوي. ما تنسوش بقى اللايك والفولو والسبسكرايب والحاجات الحلوه الكتير دي، واتمنى ان انا اكون فدتكم حتى لو 1%. واشوفكم ان شاء الله ريفيو جاي. سلام.